بنت قبيحة واصحابها دايما بيقولوا لها وجه الخنزير لأنها دايما مبهدلة ومش مهتمة بنفسها، بس بيعجب بيها أجمل ولد في المدرسة وبيرجع لها ثقتها في نفسها وبتتحول لأجمل وأحلى بنت في المدرسة. وبتبدأ القصة بداني البنت المنطوية اللي ما بتكلمش حد إلا زميلها وأعز أصحابها فريدي، وبتروح المدرسة وبتعلق لوحة رسمتها، وبيعدي كيمرون من جنبها أجمل ولد في المدرسة وبيقول لها لوحة جميلة، فبتكون مستغربة جدا لأنه عمره ما كلمها قبل كده. وفجأة بتدخل إليكسا المكان والكل بيتابعها، لكن في وسط كل دول بتنده على داني وبتقول لها بتبصي عليا ليه؟ مش عايزاكي تطلعي معايا في التصوير يا وجه الخنزير انتي. وفي اللحظة دي بيروح لها مدير المدرسة وبيقول لها ممنوع تجيبي كلاب معاكي، لكنها بتقلب الترابيزة عليه وبتقوله ان الكلب ده هي بترعاه لحد ما يتحسن، وإلا هنشر فيديو وأقول فيه إنك بتكره الكلاب وبتحتقرهم، وهتشوف بقى وقتها هيحصل إيه. فبيضطر إنه يسكت، وبتروح تقعد جنب كيمرون وشلته وبتتريق على داني وبتقول عليها وجه الخنزير كانت بتبص عليا من شوية. فبيقول لها كيمرون ما تبطلي تضايقيها بقى، وبعدين بتسيب له الكلب يهتم بيه، ما هي جابته من دار الرعاية عشان بس كام صورة مش أكتر. وبيكون كيمرون مش فاهم هي بتتعامل معاه كده ليه، أما داني بتتابعه من بعيد وشكلها كده مش عارفة تخرجه من دماغها. وفي الحصة بتوزع عليهم المدرسة ورق تصحيح الامتحانات، وبيبان إن داني بنت متفوقة لكنهم بيضحكوا عليها برضه، فبتقول لهم هي الدرجات الحلوة بتضحك، وعشان يتريقوا عليها أكتر بيصوروا جزمتها وبينشروها على جروب المدرسة. وبتكون داني متطوعة دايما في ملجأ للكلاب، وبيعدي عليها كيمرون عشان تكشف على الكلب اللي جابته حبيبته، بس أول ما بتتكلم معاه بتلاقيه شاب لطيف وبيعاملها كويس، وساعتها بقى بيعزمها على ساندويتش برجر. فبيكون فريدي بيتابعهم من بعيد وبيقوله نباتية، فبيتخض وبيقول لها طيب فرايز أي حاجة. ولما بيمشي بيقول لها ما لقيتيش إلا ده تتصاحبي عليه، وبيبان وقتها إن فريدي متضايق منه. وبتكون فيونا صاحبة المكان جايبالها هدوم هدية عشان تلبسها وهي رايحة تعمل انترفيو الجامعة، وبتقول لها خليكي فاكرة الانطباعات الأولى دايما بتدوم. فبتحكي لها عن كيمرون وإنه عايز يخرج معاها على الغدا، وهو أصلا عنده حبيبة لكنها بتشجعها تروح معاه، مش يمكن أصلا ما بيحبهاش وعايز يسيبها. فبتقول لها والله عندك حق، إليكسا أصلا محدش يطيق يقعد معاها ساعة واحدة. ولما بيكون واقف مع أصحابه بيتريقوا عليه عشان إليكسا مبهدلاه، فبيكون مش عارف يقول لهم إيه. وفي اللحظة دي بتوصل داني، بس بتكون خايفة جدا تنزل تقابله، وبتفكر إنها تروح التويلت الأول، وإذ فجأة بتلاقي إليكسا في وشها، وساعتها بتتريق عليها برضه وبتقول لها ابعدي عني يا وجه الخنزير. فبتكون داني مصدومة ومش عارفة هي بيحصل لها كده ليه. وفجأة بترجع العربية وهي معيطة وبتقول لفريدي إنها عايزة ترجع البيت وإن المكان ده مش مكانها. أما فريدي بيبقى كل اللي شغله إنه عايز يقول لها إنه بيحبها بس مش قادر. ولما بيرجع كيمرون البيت بتبعت له إليكسا رسايل وإنها عايزة تسيبه عشان زهقت منه، فبيكون وقتها مصدوم إنه بيتساب بالرسايل عادي. أما داني بتفتح صور إليكسا وهي قاعدة، وبتكون وقتها مش عارفة هي أحسن منها في إيه، وبتفضل تبص على نفسها في المراية. وبتقرر بقى من اللحظة دي إنها تهتم بنفسها شوية. وتاني يوم الصبح بتعرف من أختها إن كل الأخبار بتتكلم عن كيمرون وإليكسا وإنهم سابوا بعض، فبتسألها وقتها هي بتقولها حاجة زي كده ليه وهي مالها، لكن والدتها بتقولها ما احنا كلنا عارفين إنك معجبة بيه، انتي هتهزري معانا ولا إيه؟ وفي اللحظة دي كلهم بيرخموا عليها لكنها وهي ماشية بتضحك. أما كيمرون بيكون مش عارف يخرج من البيت، فصاحبه بقى بيروح له الأوضة بتاعته وبيرخم عليه أو بيقول له أخبارك في كل حتة صح، تلاقيك مش عارف تودي وشك من الناس فين. فبيكون كيمرون متضايق لأنه كان تسليتها لمدة كام شهر. أما داني لما بتروح المدرسة الكل بيبص عليها وبيبقوا مستغربين من إمتى النظافة دي يعني. حتى فريدي أول ما بيشوفها بيقول لها هو أنت مين؟ وليه كنت مخبية الحلاوة دي ورا النضارة؟ وبيبدأ بقى يسرح وبيتخيلها إنها بتحبه، لكن فجأة بيجي كيمرون من وراهم أو بيقول لها حلو النيولوك ده، فبتعرفوا إن عندها انترفيو عشان المنحة الدراسية النهاردة.
وساعتها بقى بيسألها ما جاتش ليه امبارح، فبتعرفه ان كان عندها شغل كتير في الملجأ، لكن برضه بيكون مصمم انه يخرج معاها وبيعزمها على حفلة هيعملها في بيته يوم السبت. فبتقوله انها هتيجي عادي، والكل وقتها بيبص عليهم وبيبقوا مستنيين يعرفوا الأخبار الجديدة. وبتروح تحكي لفيونا إنها عملت الانترفيو وكانوا مبسوطين منها جدا. ده غير إن كيمرون كمان طلب يقابلها في ميعاد رسمي وعزمها كمان على حفلة في بيته. وساعتها بتلبس أحسن حاجة عندها، بس لما بتروح بتتفاجئ إن مفيش حد. لكن كيمرون بيقول لها ما تقلقيش، هما قاعدين قدام البول لأنها حفلة سباحة أصلا. أما هي بتتصدم لأنها جاية بهدوم تانية خالص مش مناسبة أصلا لليوم، وبتحس إنها عايزة تمشي. لكن كيمرون بيقول لها عادي على فكرة، وبيحاول يجيب العيب عنده وإن أصلا ما قالهاش إنها حفلة سباحة، وكل ده عشان ما تتحرجش. وبيصوروها الجواسيس اللي بينقلوا لإليكسا كل الأخبار، وبياخدها بقى وقتها عشان يعرفها على أصحابه. أما إليكسا بتكون متغاظة منها وبتبعت لهم ارموها في البول وضايقوها، بس الغريب إن محدش بيعمل كده وشكلهم حبوا داني. وبتفضل قاعدة معاه طول اليوم لحد الحفلة ما بتخلص، وبيبان إنهم منجذبين لبعض. أما فريدي ما بيكونش عارف مكانها وبيروح يسأل عليها فيونا، فبتقوله هي ما قالتلكش دي في حفلة كيمرون. فبيبان عليه إنه متضايق من الكلام اللي سمعه، وبيروح يقعد مع نفسه وهو مصدوم وحاسس إنها هتضيع منه. داني في الوقت ده بتروح تلبس مايو من دولاب أخته، وساعتها بقى بيعلمها تعوم ازاي لأن عمرها ما راحت حفلات بول قبل كده. وساعتها بقى بيقول لها هو احنا ليه ما تعرفناش على بعض من زمان؟ فبتقوله أكيد يعني لأنك مرتبط. وساعتها بقى بتعرفه إن إليكسا ما تستاهلوش وإنه أحسن منها بكتير. لكن كيمرون بيفاجئها وإن إليكسا بتعمل معاها كل ده مش عشان داني وحشة ولا حاجة، بس لأن إليكسا دايما كانت بتغير منها. فبتكون داني متفاجئة جدا من الكلام، إليكسا بتغير مني أنا؟ فبيقول لها كيمرون لأني من زمان معجب بيكي وهي عارفة عنه كده. أما داني ما بتكونش مصدقة كل المفاجآت دي النهاردة، ولما بتكون ماشية بيعزمها على حفلة على الشط، وبيقول لها أظن يعني هتبقي مش قلقانة ولا حاجة لأن بقى عندك خلفية كويسة عن السباحة. أما صاحبه بيقوله إن داني أحسن من إليكسا كتير، على الأقل يعني هي شخصية طبيعية مش زي المصطنعة التانية. وبيطلب يخرج معاها عشان يعرض عليها تبقى حبيبته. لكن بمجرد ما بيدخلوا المطعم بتكون إليكسا موجودة وبتقدم لهم وقتها حبيبها الجديد واللي بيكون أشهر منه. أما كيمرون بيبدأ يحكي لها عن والده إنه دايما كان بيضغط عليه عشان يشارك في السباحة ويدخل الألعاب الأولمبية، ومن بعدها بقى يدير الشركة بتاعتهم، وإن كل ده مش شغفه أساسا ولا عايز يعمله. فبتقوله إيه المشكلة يعني لما تعرفه؟ أكيد هو هيفهم إنك عايز تعمل حاجات تانية. فساعتها بقى بيكون متفاجئ من كلامها وبيقول لها إنها بنت مميزة ونفسه بس لو ترافقوا لحفلة الشاطئ، بس مش كصديقة، هو عايزها معاه كحبيبة. فداني بتكون متفاجئة من كلامه وفي نفس الوقت مبسوطة بس مستغربة لأن كل حاجة جت بسرعة. ومن الوقت ده بيكونوا كل يوم مع بعض وبيخرج معاها وهي حبيبته رسمي. وفي يوم بقى بيعرفوا صحاب إليكسا إن فوزي سابها والكل في المدرسة بيتريقوا عليها. أما فريدي لما بيشوفها صدفة بيقول لها انت كل ده فين؟ بدور عليكي كتير. فبتعرفوا داني إنها كانت مشغولة شوية الأيام اللي فاتت، ولسه بتتكلم معاه بيجي كيمرون وبياخدها منه. وفجأة إليكسا بتروح المدرسة وبتروح لكيمرون وبتقوله حاجز لي الكرسي ده. فبيقول لها لا الكرسي ده لداني، والكل وقتها بيتريق عليها وبتمشي. بس بتكون بتفكر ازاي تنتقم منها، ولأن داني ما بتفهمش في الميديا بتخلي أختها الصغيرة تساعدها في تجميع تبرعات لملجأ الكلاب. وفجأة جرس الباب بيرن وبتكون إليكسا اللي دايما بتتريق عليها، وبتقول لها كنت طول الوقت بعاملك بطريقة وحشة لسنين، بس أرجو إن انتي تسامحيني. فبتكون داني مش مصدقة هو ازاي كده بيحصل. أما أختها بتصورهم فيديو عشان توري لأصحابها إن إليكسا المشهورة كانت عندهم في البيت. ولما بتكون خارجة مع حبيبها كيمرون إليكسا بتروح لهم هناك وبتبقى عايزة تتصاحب عليهم بأي طريقة. وفجأة بتقول قدامهم كلهم إن مفيش بينها وبين داني أي حاجة وإنهم من دلوقتي هيبقوا صحاب. ولما بتعرف إنها بتجمع حفلة تبرعات بس مفيش حد اتبرع بتقول لها إليكسا إنها هتساعدها. بس كيمرون بيكون متضايق
وساعتها بيقول لداني ليه كده؟ المفروض ما كنتيش تديلها فرصة تكلمك، ازاي بتثقي فيها بعد كل ده؟ وبعد كام دقيقة بتكون جمعت لها مبلغ محترم من حملة التبرعات اللي هي عملتها، وده كله لأنها بنت مشهورة. وبتروح معاها تاني يوم عشان يشتري هدوم، وبتكون داني فاكرة إن كل ده مجاني، بس بتفاجئها إليكسا بعد ما نقت حاجات كتير إنها هتحاسب عادي. هي مش الكريدت بتاعت والدك معاكي، خلاص حاسبي منها يعني مفيش مشكلة. وبتكون عايزة تعمل لها أي مشاكل وخلاص. وبتنسى داني حفلة عيد ميلاد فريدي، وبتروح مع إليكسا الحفلة اللي عزمتها عليها، بس بتتفاجئ إن في مغني مشهور موجود هناك. ولما بيلاقيها بتلعب مع الكلب بتاعه بيكون مستغرب لأن محدش بيلعب معاه والكل بيخاف منه. وبيتفاجئ وقتها لما بيعرف إنها بتشتغل في نفس الملجأ اللي اشترى منه الكلب. ومجرد الحفلة ما بتخلص ما بتكونش داني مركزة قوي هي بتقول ايه، وساعتها بتحب تعترف لها إليكسا إن كل المقالب اللي عملتها ضدها كانت بس لأنها بتغير منها. لكن داني بتقول لها يا بنتي المفروض أنا اللي غير منك، المدرسة كلها بتحبك، وشوفي كمان بتعيشي فين، وكاميرون أجمل ولد في المدرسة مرتبط بيكي، ده أنا أختي بتشوفك على السوشيال ميديا أكتر ما بتاكل. أو بتروح المدرسة تاني يوم وفجأة بتشوف فريدي وبيقول لها ما بقيتيش مهتمة بيا، وكمان ما جاتش عيد ميلاده، ومهما اعتذرت مش هيقبل، وإن اللي ماشية معاهم دلوقتي دول هيبوظوا حياتها. وبتروح وقتها تقعد مع كاميرون اللي بتقوله إن أعز أصحابها زعلان منها. وفجأة بيوريلها خطاب قبوله في الجامعة اللي هو عايز يدخلها، بس لسه ما قالش لوالده أي حاجة لحد دلوقتي. ولسه بيتكلم بيلاقيها مش مركزة معاه أصلا، وبتقوله إنها هتروح تقابل إليكسا. وفجأة وهو بيعمل لقاء لقناة فوكس بتروح له داني وهي معاها أصحابها، وبيعملوا إزعاج لدرجة إنه حتى ما بيعرفش يصور اللقاء. وبيروح يقول لها هي بتعمل كده ليه، وإن بالشكل ده هي جاية عشان يفشل. فبيسمعهم والده وهم بيتكلموا على الجامعة اللي نفسه يدخلها، وبيقولوا كلامنا مش دلوقتي بعد اللقاء. وساعتها بقى كاميرون بيقرر إنه يسيبها. ولما بتروح الملجأ فيونا صاحبة المكان بتقول لها إزاي تنسي حجز القاعة اللي هنعمل فيها التبرعات، وإنها مش هتديلها جواب التزكية بتاع الجامعة غير لما تصلح المشكلة اللي عملتها. ولما بتروح لإليكسا بتتفاجئ إنها عملت فيديو عنها، وبتقول اكتشفت ان اعز اصحابي بتغير مني لاني احلى منها. وبتعرض فيديو كانت بتصوره لداني من غير ما تاخد بالها، لما كانت بتقول لها استحالة واحدة زيك تغير مني، ده المفروض انا اللي اكون بغير منك. وبتبقى عملت بقى كاتنج للاجزاء اللي المفروض تتاخد عليها، وخلت الفيديو ظهر بانه حقد وغيرة منها. بس كل اصحابها في الوقت ده بيبصولها بصات بانها خاينة وبتغدر بالناس، وساعتها بقى بيطردوها من المكان. اما داني بتكون مش فاهمه هي ازاي وثقت فيها كل ده وادت لها الامان، المفروض بعد اللي عملته معاها طول السنين دي ما كانتش تبقى واثقه فيها خالص. اما صاحبتها بتقول لها انت بقيتي تخوفي، وانها ممكن تعمل فيهم اي حاجه عشان مصلحتها. وبتروح لها اختها الاوضه وبتعرفها انها عملت انفولو لاليكسا لانها مش هتقبل حد يزعل اختها، وبتقول لها انها عايزاها في حاجه مهمه، بس داني ما بتوافقش وبتقول لها مش دلوقتي خليها بعدين. اما والدها بيروح لها بعد شويه وبيقول لها اكيد عرفتي دلوقتي اللي بيحبك من اللي بيكرهك، وبيقول لها ان كل اصحابها دول مش هتشوفهم بعد التخرج، فما تهتمش برأيهم قوي، وان ده اهم شهر في حياتها ولازم تركز فيه عشان ما تضيعش مستقبلها. وفي اللحظة دي بتقرر انها تروح لفريدي عشان تعتذرله، وبتعرفه ان إليكسا ضحكت عليها بس هي مش ناوية تثق فيها تاني. وبتروح تحجز قاعة لحفلة التبرعات، وساعتها بتعرف تعمل كده، بس لما بتيجي تعمل ترويج للحفلة الناس كلها بتهزقها في الكومنتات، فبتتجرأ وقتها وبتقرر انها تعمل فيديو لايف وبتدافع فيه عن نفسها، وبتقول ان إليكسا هي اللي راحت لها البيت عشان يعني تتصاحب عليها، وساعتها بقى تستغلها وتعمل فيها كده، وان ما عندهاش اللي يثبت كلامها، بس ده اللي حصل فعلا، وانها فاتحة لايف دلوقتي عشان تعمل حملة تبرعات للكلاب، واللي حابب يشارك هنكون موجودين يوم السبت. بس بتتفاجئ بعد شوية لما بتفتح اللابتوب ان اختها نشرت الفيديو اللي صورته لإليكسا في بيتهم
لما كانت بتتحايل على داني عشان تبقى صاحبتها، وإنها كانت بتعمل كل ده عشان تستغلها وتبوظ صورتها بعد كده. فساعتها بقى بتنده على أختها عشان تشكرها لأن الفيديو ده أنقذها. وفي يوم حفلة التبرعات بتتفاجئ إن عدد كبير حضر، لأن المغني المشهور عمل فيديو بيعزم فيه الناس على الحفلة. وساعتها بقى بتاخد جواب التوصية وبتجري على حفلة الشاطئ يمكن تقدر تصالح كيمرون، وبتروح له لما بيكون قاعد لوحده وبتقوله المكان اللي جنبك فاضي، فبيقول لها لا، حاجزه البنت ذكية ومرحة وبتحب الحيوانات. فبتضحك لأنها افتكرته بيتكلم على واحدة تانية غيرها، وبتعتذر له وقتها على كل حاجة حصلت منها، وبيعرفها أخيرا إن والده وافق على دراسته في علوم البحر، وأصحابهم بقى بيصوروهم لما رجعوا لبعض، وبتكون إليكسا وقتها بتعيط لأنها خسرت كل حاجة. وبكده بيكون خلص الفيلم النهاردة. ما تنسوش لو عجبكم الفيلم تعملوا لايك ومتابعة.